السلام عليكم أعزائنا متابعين قناة مطبخ 5 نجوم. هنتكلم مع بعض في الفيديو ده ازاي نحافظ على الدقيق الأبيض في بيتنا في خزين البيت من غير ما يجيله لا سوس ولا دود. زي ما احنا عارفين ان الدقيق الأبيض بيتجمع، وخاصة انك لو جبته من مخزن او مركون في مخزن قديم فبيتكون فيه كمية سوس وكمية دود كتيرة جدا بتقدر تاكل البتاع وتلوث الدقيق، متقدرش تستخدمه بعد كده. فاحنا هنتكلم مع بعض عن نقدر ازاي نحفظ الدقيق في المطبخ او في خزين البيت من غير ما يجرى اي حاجه. هنعرف مع بعض ايه الاسباب اللي تخليه ينتشر فيه الدقيق والسوس، وكل حاجه عن الموضوع ده هنفهمها مع بعض في التفصيل. في الاول بدعوكم انكم تضغطوا على زر اشتراك تحت الفيديو عشان توصلكوا اشعار بكل الفيديوهات، ويا ريت لو في اي حد عنده تعليق او استفسار يكتبوا لنا في تعليق تحت الفيديو.
اللقاء بعد ما احنا عرفنا ازاي نحافظ على الدقيق الابيض بعيد عن السوس والدود. بشكركم متابعة الفيديو للنهاية. حضرتك لو في اي تعليق يا ريت تكتبوا لنا تحت الفيديو، ولو شايف ان الفيديو ده يفيد حد تاني يا ريت تضغط على زر المشاركة، واكون سعيد جدا لو اشتركت في القناة عندي ودخلت هتلاقي فيديوهات كتيرة جدا تهمك. وكان معكم قناة مطبخ 5 نجوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.